الشريك هو طول الوقت عايز يدفع اللي معاه لقدام، اللي معاه ده هيوصل وهينور. من الحاجات المهمة جدا شريك الحياة، وازاي بيساهم في نجاح شريكه برضو معاه. انا بشبهها تملي ان شريك الحياة ده اساس المبنى والجزء اللي شايل المبنى بتاع الشريك اللي معاه. يعني لما تلاقي حد منور قوي تعرف ان وراه اساس قوي، زي برج خليفة كده، اساسه مش زي اساس عمارة سكنية 13 14 دور، مش زي بيت صغير 4 5 ادوار. فكل ما بيبقى الشريك بيساند واقف في ظهرك وعايزك تنجح، هتلاقي حتى كده ايه، في زوجة تلاقيها شايلة البيت مع جوزها، تقول له لا روح شوف شغلك، لا روح ما تسافر ما تخافش انا بخلي بالي من العيال، تلاقيها في ظهرك. وفي واحدة تانية لا انت رايح فين اقعد، لا مش عارف ايه انت تيجي معايا، مش عارف عندي فرح مين انا عايز انزل اجيب مش عارف ايه. دي الفروقات الشخصيه اللي بتخلي واحد. وخلي بالك مهما كنت انت بتفصل، انت بتطلع من البيت تفصل في الشغل، استحاله انت مش مستقر عاطفيا هتعرف ان انت تأدي في شغلك كويس. مهما كنت عندك قدره ان انت تفصل، بيأثر عليك غصب عنك. فالشريك هو طول الوقت عايز يدفع اللي معاه لقدام، اللي معاه ده هيوصل وهينور. ويا سلام بقى لو الاتنين بيعملوا كده مع بعض، طبعا. ده يسند ده وهو يسندها، الاتنين ولا الرجالة بس ولا الستات بس، يعني هي الحياة متبادلة، والسند لازم يكون متبادل بين الزوج والزوجة.